السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت كي دايرين؟ بخير، هانين، كلشي مزيان. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحاول نجاوب على بزاف ديال التعاليق وبزاف ديال الارساليات في الخاص. كيقول لك احكي لنا خويا القصه ديالك انت كيفاش جيتي لهاد البلاد. بالنسبه للناس الجداد انا نعاود نحكيها لكم لاني فايت مني داير فيديو مخليه في القناه، لكن ما عرفتش واش شفتوه ولا لا. المهم عموما نحاول ان شاء الله نحكيها باختصار، فابقوا معنا ان شاء الله. والناس الجداد مرحبا بكم معنا، بارطاجيو الفيديو ديالنا، اشتركوا معنا في القناه. قررنا نحكيها لكم هنا في هذا المنظر الجميل باش نستمتعوا شويه بالطبيعه وبالهدوء. كنا بغينا طلعنا حتى للجبل الفوق باش نوريكم القمم ديال الجبال الاخرين اللي مقابله اللي هما فيهم الثلج، لكن ما الشجر كيحجب الرؤيه. نحاول ان شاء الله نهبط لتحت ونوريكم منظر هائل يا سلام. فان شاء الله نبداو القصه، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالنا. ومرحبا بكم معنا في قناه كادمار. معكم قدمار مصطفى، بكالوريا في جيني ميكانيك ودبلوم ميكانيك اندستريال. في 2006 فاش خديت الباك ديالي، وفي 2008 كنت خديت الدبلوم ديالي في الميكانيك اندستريال في قنيطره. ملي خدينا الدبلوم ديالنا، خدينا الباك ديالنا وخدينا الدبلوم ديالنا، كان عندنا بزاف ديال الاحلام وكنا ناويين بنا نخدموا حنا في شي شركه تكون زوينه وتكون ملتي ناسيونال ولا تكون انترناسيونال كاع، علاش لا. ما قدر الله ما شاء فعل، ما قدرناش نخدموا ولا في العام، وبقينا خدامين في الخاص. فالخاص كيفرض عليك شي حوايج باش ممكن ترسم وباش كذا وباش كذا. راكم نتوما عارفين بلا ما ندخل في التفاصيل. عموما باش ترسم في المغرب في شي شركات اللي هما خاصين، قليل اللي كتاح ليه الفرصه انه يترسم وانه يقدر يعني يعول اسره على ما اظن، بلا ما نحتاجوا يعني الكونترات ديال 6 شهور ديال 4 شهور ديال عام وديال كذا وديال كذا. فقليل المحظوظين اللي ترسموا في شي حاجه ديال الخاص. الا كنتي من دوك الناس اللي خاصك توصل الهضره وكذا 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 وكذا، راه غادي ترسم. ما كنتيش راه ما غتقدرش. حاولنا نخدموا في قنيطره، خدمنا في كازا، خدمنا في جديده، خدمنا في بزاف ديال الشركات، ما جابش الله. ومن تما قررت انني نمشي لليبيا. اختاريت ليبيا. علاش اختاريت ليبيا؟ لان فيها، على ما كان حكى لي واحد الصديق، فيها شركات ديال البترول وكيحتاجوا الخدامه ديال المينتونونس، لانهم حتى هما كيجيبوا الطبقه الشغيله ولا كيجيبوا اليد العامله، كيجيبوها من الفلبين وكيجيبوها من دول اسيا. فقلت حتى انا ان شاء الله نمشي ونخدم، وكيخلصوا مزيان، وكانت الامور هادئه بالمقارنه مع الوقت دابا اللي كتمر منه ليبيا. الله يعمر ربي ان شاء الله سهل عليهم، هذوك الناس طيبين مشنا منهم غير الخير. ومن تما قررت انني نمشي لليبيا. فليبيا زوينه بزاف، عشنا فيها واحد التجربه ديال عامين تقريبا. خدمنا في شركه ديال التامين ديال التموينات اللي كدير مثلا الكوزين، كدير داكشي ديال المأكولات في الشركات، بحال مثلا الشركات الكبار ديال الدوله كيشدوا شركات بريفي اللي كيديروا لهم الكوزينه اللي كيخدموا المطاعم، يعني هما اللي كيتكلفوا بالمطاعم وداكشي. خدمت فيها تقريبا 4 شهور، ومن بعد تحولت لشركه ديال النسيم اللي هي بحال الشركه ديال دانون في المغرب، وخدمت في التخصص ديالي مينتونونس اندستريال اللي بقيت خدام معاهم تقريبا تكملت العامين وشي حاجه كاع. هذا مكان. وعجبتني ليبيا بزاف حيت باقا فيها الناس مدينه، وباقي الناس كيريحوا الخميس والجمعه ويصليوا الجمعه ديالهم توقيت زوين، ماشي بحال بلايص اخرين كيريحوا السبت والحد والجمعه كيخدموها، يعني توقيت اسلامي. عجبني بزاف. والنهار الخميس في العشيه وداكشي من العادات الزوينه في ليبيا، الخميس في العشيه بحال كاين عيد، الناس كلشي لابسين مزيان والناس كلشي فرحانين. ونهار الجمعه ثاني كلشي لابس داكشي اللباس ديالهم التقليدي وكيمشيو للجامعه ويبقاو يسلموا على بعضياتهم وكذا. نهار كيدوز واعر، يعني هذوك هما الحوايج اللي عجبوني. بالنسبه للمعيشه، كانت المعيشه هذيك الساعه كانت رخيصه، كان كلشي رخيص مقارنه مع دابا ملي بدا الحرب وملي بدا الحرب في اوكرانيا وداكشي. تقلبت الاوضاع في كل البلايص وتزاد الثمن، ولا الانسان ما يقدش يجمع بزاف يعني ما يقدرش يوفر وداكشي، يولي يعني يلاه مكافي مع المعيشه وداكشي.
هذاك الشيء علاش. والناس ديال ليبيا تحياتي لهم من هذا المنبر، الناس ديال طرابلس مصراته والناس ديال زواره. التجربه ديالي في ليبيا مرات كيف ما قلت لك جميله بزاف، زوينه بزاف، عجبتني شخصيا صراحه. وان شاء الله يا ربي تهدى الاوضاع ونحاول ان شاء الله ندير زياره للاصدقاء، عندي بزاف ديال الاصدقاء باغيين في ليبيا، وان شاء الله ندير لهم زياره ان شاء الله لما تهدى الاوضاع ان شاء الله تعالى. نتمنى الله سبحانه وتعالى تمشي الامور كيف ما بغينا في ليبيا وتكون الامور مزيانه، الله يسهل عليهم يا ربي. بالنسبه للتجربه ديالي في قلت لك في ليبيا، فكنت خدام في الاول في شركه ديال التموينات، ومن بعدها تحولت لشركه ديال النسيم للصناعات الغذائيه، النسيم فور فود، والناس راه كاع كيعرفوها تما في مصراته مشهوره. وكنت خدام فيها، كنا ساكنين بخير وعلى خير، ترونسبور من الدار للخدمه والعيبات، كان داكشي مزيان. كنا غاديين في الدومين، كانوا الناس معنا معاونين معنا وداكشي، بحكم انك بحال كان اللونغاج اللي قريتي به بالفرنسي ديال التكنيك وداكشي، تما كيهضروا بالعربيه تقريبا وبالانجليزيه، فهمتي، بحال الاسماء ديال اللونغاج ديال المانتونونس تقارير فرنسي غتمشي غتلقاه بالانجليزي وتلقاه بالعربيه الاغلب الكلمات وداكشي. فكانوا كانوا الاخوه كيعاونونا وكيتعاونوا معنا وداكشي، ومشات الامور مزيان الحمد لله يا ربي. تحيه لهم من هذا المنبر. كنت ناوي ان شاء الله نستقر تما، كنت ناوي ان شاء الله ندي وليدات ديالي تما ونخدم ونسكن تما. كانت عجباني ليبيا بحكم انه الناس محافظين شويه، باقين على الدين، ماشي بحال مناطق اخرين. ما صدقاش الامور. كانت وقعت لي واحد لاكسيدون طرافاي، كانت وقعت لي واحد اكسيدون طرافاي، مشيت للمغرب على اثرها. كنت درت عمليه ومشيت للمغرب وكملت العمليه الاستشفاء ديالي في المغرب. لما رجعت كنت طالبت هذاك الشاف باش يدير ليا، باش يزيدني في الصالير، كنت ما تفاهمتش انا وياه، ما بغاش. من تما قررت انني نمشي، ف ما قدرتش نرجع للمغرب بحكم انني غنعاود نرجع لنفس الروتين ديال الشركات وداك الدومين بريفي، غادي تبقى تفيرمي في الاخر في الكونترا من بعد كونترا. فما قدرتش نرجع، بقيت تمايا. ومن بعد تلاقيت بالاخوان غاديين سميتو غاديين لاوروبا، قالك علاش ما نمشيوش حتى حنا. تحيه ليهم من هذا المنبر، جواد سعيد وواحد الدري مسكين شرقاوي، الله يسهل عليهم كاملين. فكانوا كيخدموا في واحد القهوه حدانا ديال الدجاج وداكشي، كانوا حدايا في السكنه، وكنت كنمشي نتغدى عندهم ونريح معاهم بعض المرات السبت والحد وديما. ولقيتهم تاهم عندهم فكره ديال انهم باغيين يمشيو، كانوا جاو من طرابلس، كانوا باغيين يمشيو. ومنها مصطفى بدات عندو الفكره من الاثنين. كنت ناقشت مع السيد، ما بغاش يزيدني في الصالير، وراجع من اكسيدون طرافاي. الاثنين بديت نفكر في الهجره. الجمعه طبقناها، اثنين فكرت، الجمعه طبقناها ومشينا من مصراته لزواره، ومن زواره طلعنا ان شاء الله للطاليان، الله يسهل على الجميع. هذيك الساعه كان وقع لي واحد المشكل مع واحد الاخ تونسي، كنت دخلته معايا البيت، سكن معايا، وكنت دخلته معايا حتى في واحد الروتر ديال الانترنت كيسميوه الواي ماكس. كنت خديتهم عند شي مصريين، كان وقع لهم واحد المشكل وخرجوا من ليبيا، باعوه ليا رخيص، وكنت دخلته معايا على اساس خديت منه غير، ما بعتوش يعني. كان هذيك الساعه مفقود في السوق، ممكن نبيعو حتى ب 1200 دينار. هذيك الساعه كان مفقود، ما كاينش. وملي دخلته معايا زعما شفقت عليه، حيت كيمشي يهضر في التليفون مع وليداتو في الزنقه، وكيديو له لا يهرف عليه شي واحد ولا شي لعبه. كانت هذيك الساعه بدات كاينه الحرب يعني، ما كاين لا، راك عارف. ملي دخلناه معانا، من نهار اللي بغينا نحرقو كذا واحتاجيتو، قلت له غتخلصني في هذا سميتو، قال لي نعطيك داكشي اللي عطيتيني وغتمشي تبرع على روحك، يعني تمشي في حالاتك، الله يعاونك. صافي من بعد ملي قال لي ديك الهضرات قلقني، طلع لي الدم، خليته تخدم وانا نهز، حطيت ليه داكشي اللي كان عطاني رجعته ليه، حطيته ليه عند واحد السيد. ايوا وخديت هذاك الواي ماكس، هو اللي كنت ديته لهذاك الحراق، وزدته واحد 500 ديال ما زدتوش شي 500 ديال الدينار ولا مع 600. المهم باش حارق انا تقريبا حارق ب 500 ديال الاورو تقريبا، ولا 600 هكا كانت هذيك الساعه القيمه ديالها هكا. المهم باش غادي نجي من طرابلس سميتو لزواره، كنا شفنا طاكسي اللي غيدينا كورسه،
وكنا ما كنتش انا قاعد داير في بالي الحريق وما مديرش ليه ديك القيمه ديالو وداك الشيء. جينا عند الحراق ومريحين واكلين شاربين مهلي فينا. كنا احنا 4 الناس. تحيه للدراري من هذا المنبر، الله يسهل على الجميع. وكنا ساكنين معاه غير احنا 4. بقينا جالسين معاه مده. والوالده عندك قلت لها راه بغيت نبدل على الخدمه حتىك، وقلتها لها غادي يبقى فيها الحال وما تخلينيش نمشي، راك عارف الوالدين الله يسمح لنا منهم. فكنت كنقول لها يعني راني غير كنقلب على خدمه جديده وبغيت نبدلها وداك الشيء، فادعي معانا وصافي. هذا ما كان. وبقيت جالس حتى صونيت لها يعني من ايطاليا، قلت لها راني وصلت. ومشينا في سلام الحمد لله، وقطعنا الطاليان وسهل سيدي ربي. وصلنا لايطاليا. الايام الاولى صعيبه، الايام الاولى في ايطاليا صعيبه، راك عارف راه جربنا داك الشيء ديال غادي ما عارف حتى واحد، ما كتعرف حتى شي واحد في طاليان، ما كتعرف حتى شي واحد. غادي متوكل على الله سبحانه وتعالى. كتسمع جمعيات ياكلوا فيهم الدراري تمشي ليهم، جمعيات كيباتوا عندهم الدراري كتمشي مرات تروح لك الليل تبات في محطه ديال التران كذا فهمتي. دوز تقريبا واحد المده في الطاليان هكا. من بعد قررت انا اصلا جاي من ليبيا، داير في بالي المانيا بحكم بلد اندستريال. قلت انا نمشي لالمانيا، هي اللي غادي نبقى فيها وهي اللي غنستقر فيها ان شاء الله تعالى. كنت اختاريت المانيا، انا مختارها في ليبيا. قلت صافي ان شاء الله الا سهل الله العمر، سهل الله وباقي في العمر ان شاء الله بقيه، فغنمشي نيشان ان شاء الله لالمانيا. وهذاك هو الحلم اللي كان عندي. وملي قطعت للطاليان صافي تلاقيت مع شي دراري شي نماذج تاهم غادي لالمانيا على اساس انهم غيمشيو لالمانيا وداك الشيء. وتحركنا من ميلانو سونترالي، تحركنا نيشان ان شاء الله لالمانيا. المانيا ما فيهاش، ما تقدرش تخدم، صعيبه شويه في الخدمه. وكتمشي تما يعني في اي كنترول ديال التران في اي بلاصه في اي محطه كيلقاوك كيعطوك 7 ايام، كيقول لك يا اما تقدم لجوء انساني باش تعطوك واحد الورقه وكيبقى فيما يلقاوك البوليس ولا شي لعبه راه عندك زعما راه كاين هنا داير لجوء انساني، يا اما مره اخرى يلقاوك الحبس ديال الوراق ويصيفطوك ديريكت المغرب. اول طياره غاديه صيفطوك كيقولوا لك 7 ايام عندك، 7 ايام بديك الورقه، يا اما تقدم لجوء يا اما تخوي المانيا. فملي مشينا من الشمال ديال الشمال ديال ايطاليا مشينا نيشان. كنا حرقنا في ذاك القطار ديال الحاويات ديال سميتو الكونتينر. كنت حرقت انا وواحد الدري صاحبي ثاني من تما لان كان الحدود مزيره بين النمسا وبين ايطاليا وبين المانيا وداك الشيء. كانت هذيك الساعه موجه ديال المهاجرين على حساب الحرب كانت بدات وداك الشيء، فكانوا كيحبسوهم بزاف. واضطرينا اننا نمشيو في سميتو لان ما كيطلعوا للتران واخا مقطعوا هذاك الشيء كينزلوا. اضطرينا اننا نمشيو تحت من الكونتينر ديال التران، الكونتينر اللي هاز التران ما بين الكونتينر وما بين التران اللي لتحت غادي وتتشوف في السكه ديال التران. وركبنا بالليل كان اقل من برينيرو حتى المونشن اللي الكل حنا غاديين تصبح لنا الحال في مونشن في ميونخ كيقولوا لهم تما كيقولوا مونشن. فكي مشينا تما هذا هو الهضره اللي كنا سامعين ضروري خصك سميتو 7 ايام وداك الشيء. مشينا قدمنا روسنا ديريكتومون للبوليس، قلنا لهم بغينا نديروا لجوء انساني وصيفطونا لواحد السونتر. ومن هذاك السونتر كيقولوا لي هما الهايم. صافي مشينا عطاونا فين نسكنوا وعطاونا واحد الخلصه ديال 350 اورو ولا ما عرفت شحال كنا كنشدو، مابقيتش عاقل. بقينا كنقراو اللغه وداك الشيء. ودخلت انا لالمانيا دخلت لها باسمي الحقيقي. كاين بعض الناس كيبقى يحط سميه اخرى ويحط جنسيه اخرى بان عندنا الحرب وبان كذا وبان كذا فهمتي، وكياخذ كيعطوه زعما وداك الشيء. لكن انا دخلت بسميتي الحقيقيه ودخلت بالناسيوناليتي الحقيقيه باني مغربي وكذا، على اساس انني كنقول الا جاب الله شي حاجه نستقر تما في المانيا. وترجمت كنت الدبلومات ديالي وكنت دفعتهم وداك الشيء. وكنت كنقرا 2 مدارس، نقرا في مدرسه مع الصباح ومدرسه في العشيه، مدرسه مع الصباح ومدرسه في العشيه. ما كناش كنريتيو بالمره على حساب الوقت، ما عندناش بزاف لانه يزربوا علينا حنا المغاربه. واخا هكا كان عندنا الزهر شويه لان جينا في المانيا الغربيه كتساعد شويه كتطول. المانيا الشرقيه كان مشى معنا شي دري، المانيا الشرقيه شهر ما كيفوتوش لك. حنا راه جلسنا تقريبا واحد العامين والصرف يلاه باش وصل الدوسي ديالنا وقالوا لنا ما عندكمش الحق تجلسوا هنا لان المغرب ما فيه لا صداع لا والو، عليكم خاصكم ضروري
كيبداو يعطيوك الورقه الصفراء والحمراء وكذا، لما مشيتيش كيجيو يرحلوا، كيجيو يعرفوك في ساكن، كيجيو يهزوك مع 3 د الليل ويدوك يرحلوا. فملي درنا جميع التجارب، دفعنا، قرينا، ترجمنا، داكشي ما صدقش. قضيه كنت دفعت ثاني لواحد الجامعه كاينه في النمسا وداك الشيء، وقبلاتني ديك الجامعه كدير داك الشيء ديال الميكانيك، وقبلاتني هذيك الجمعيه كاينه في العاصمه ديال النمسا، وقبلاتني. ولكن كانوا كيقولوا لي بانك خاصك ضروري ترجع لبلادك الاصلي باش من تما تاخذ الفيزا. واخويا ما طقتش، ما قدرتش نرجع، وما عنديش فلوس في الكونت باش غنحطها، باش غنبلوكيها، باش نجي للنمسا نقرا فيينا. وجاوبوني بار ايميل وداك الشيء، ولكن قالوا لي ضروري خصك ترجع، ما يمكنش تجي من المانيا وداك الشيء، لانك خاصك تجي من البلد الاصلي ديالك تكون حاط واحد الرصيد وداك الشيء. المهم عطاوني الشروط وداك الشيء، ما قدرتش نرجع، نكذب عليك. صافي من تمايا ولينا كنفكروا، من ما بقاش عندنا حنا الوقت نجلسوا في المانيا، فبقى لي ولينا نفكروش من بلاد نصايبوا فيها اوراقينا. كنت فكرت انا وياسين باش نمشيو لايرلندا، كان بغى يمشي هو لايرلندا، وكنت بغيت نمشي انا وياه. جينا لبلجيكا، وكنا تبغينا نمشيو، وشدونا في كالي، ركبنا من بلجيكا وشدونا في كالي. تحيه لياسين من هذا المنبر. رجعنا ثاني لالمانيا، ريحنا فيها شحال. صافي فكرت تما، سولت لا اي بلاد اللي نقدر نصايب فيها اوراقيه، قالوا لي اسبانيا، وانا نشدها نيشان من بادربورن ديريكت لباريس، ديريكت لكولن، من كولن لباريس، باريس ديريكت سميتها المرسيا بلاصه العذاب، ومن مرسيا زدت لالميريا، ومن الميريا مشيت للفلاحه، بقيت تابع الفلاحه من بلاصه لبلاصه. اختاريت اسبانيا علاش؟ لان هي الوحيده اللي باقي القانون ديالها كيعطي 3 سنين المهاجرين عندهم الحق. القانون الاسباني كيقول لك 3 سنين الا جلستي هنا عندك الحق في الوراق، ولكن بالبروفات ديالك عندك الحق في الوراق. دابا داروا عامين، يعني سنتين الا كنتي تقرا اللغه هنا وجالس وكذا، عندك الحق تدفع التكوين مهني لشي مهنه اللي هما طالبينها، وكيعطوك الوراق. ومن بعد ما كتقرا بدوك الوراق بيضين اللي ممنوع عليك تشتغل بهم، كتقرا بهم. نهار اللي كتكمل كتبحث على خدمه وكتخدم عادي، تاخذ كونطرا من شي شركه اللي انت دافع، اللي انت متخصص في هذاك الشيء ديالها اللي طالبه الدوله، وتعطيك سميتو تخدم كتصايب وراقك بحال الناس ديال 3 سنين. هذا ما كان. ف ملي جيت لاسبانيا نسيت كل شيء اللي حد داك الباك ديالي وداك المستوى وداك التخربيق، كل شيء اللي حتو قلت انا خصني صافي ندخل مع الفلاحه ونخدم ونتبع الفلاحه من بلاصه لبلاصه، وندخل سوق راسي تنقاد اوراقيه. هذيك الساعه نقلب على حاجه اخرى، كنت راسي هذا الشيء ديجا مطراسي في راسي، كنقول ما نفكرش في التخصص ديالي، وما نفكرش باني راه عندي هذا المستوى، حتى ان شاء الله ندير، حتى ان شاء الله نكمل ورقيه، نكمل 3 سنين ونصايب ورقيه. هذيك الساعه نقلب على شنو غندير. صافي بقيت تابع من الميريا، سميتو الغرانادا، الويلبا، الميريا، غرانادا، ويلبا، الميريا، تابعين الفلاحه بحال انت. وقت ما تكون الفلاحه هنا نمشيو لها، وقت اللي تسالي نمشيو لبلاصه اخرى، وقت اللي وغاديين تكملنا 3 سنين. ومن بعد ملي قربت تكمل عندي 3 سنين، حاولت نختار شي بويبلو مثلا فيه الفلاحه باقي ما محروقش بزاف، فيه الفلاحه اللي ممكن يعطيو الكونطرا وداك الشيء. ومشينا كرينا دار انا وخالد وسعيد وسميتو وسهيل، كرينا دار، ومعنا اسامه حتى هو، وكرينا دار سكننا فيها، وبقينا خدامين كندبروا على خدمه بشوي حتى لقينا ان شاء الله الكونطرا، وكان عطاها لنا الفلاح اللي كنا خدامين، اللي كنت خدام معاه، وصايبنا وراقينا. وبقيت معاه حتى بدلت الوراقي ديال عامين. ملي كبلت الوراقي ديال عامين قلت له تشاو، صافي طلعت في حالاتي. سولت على البلايص اللي فيهم الخدمه ديالي والتخصص ديالي، قال لك يا اما تمشي لكاتالونيا، يا اما تمشي لمدريد، يا اما تمشي الباسك. فكاتالونيا ما عجبتنيش، مدريد تاهي ما عجبتنيش، ما فيهاش البحر وداك الشيء، جات وسط اسبانيا ما عجبنيش. المهم ما عجبتنيش، فاختاريت الباسك. علاش الباسك؟ لان فيه الطبيعه، كتحس براسك راك كاين في اوروبا، يعني بدايه ديال اوروبا، ماشي بحال الجنوب ديال اسبانيا سخون والحراره والدنيا حمراء. ديما الطبيعه، ديما الوديان عامرين بالماء، ديما الامور مزيانه. واختاريت هنايا، جيت لهنا لقيت فعلا كاين الاندستريال، درت CV ديالي ودفعت وخدمت الحمد لله يا رب.
المهم نصيحة يعني للإخوان اللي باقين ما عندهمش وراق، من الأحسن يريحوا في شي بلاصة اللي فيها الخدمة، اللي جاب الله مرحبا بها. فهمتي، إنسان مازال ما عندوش وراق، ما محسوب عليه والو، يصبر تيقاد وراقي، وهذيك الساعة يمشي فين بغا ويخدم فين بغا ويختار داكشي اللي بغا. بالنسبة للدراري اللي في بلايص اللي ما فيهمش خدمة وكان عندهم شي معين اللي غيعاونهم واللي غيوقف معاهم وكذا، وبغاو يقراو اللغة، يقراو ويديروا ديك العامين، يديروا تكوين ديال ديك الريغو بارافورماسيون، ياخذوا الوراق ديالهم، الله يسهل عليهم. واللي ما عندوش اللي يعاون ولا سميتو، يمشي للبلاصه ديال الخدمه اللي فيها الخدمه، الناس اللي كيخدموا بلا وراق، ويصبروا، يبعدوا على المشاكل، يبعدوا على الصداع، يبعدوا على الرفقه السيئه، وحتى نهار يقادوا وراقيهم، والله يسهل على الجميع. المهم حتى لهنا يكون سهل ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالنا مع اصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. راكم واحد المنيظر زوين، هاكم المنيظر هذا. بارطاجيو فيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، والله يسهل على الجميع الاخوان. هانتم على منظر كي داير الجبال عندنا هنا، راه طاح فيهم الثلج هاد اليومين هادي، كان البرد، راه طاح الثلج في هاد 2000 متر تقريبا، راه طاح فيها الثلج. يلا تهلاو في روسكم، وما تنساوش تدعموا الصفحه وتدعموا القناه، الله يسهل على الجميع، الله ييسر للجميع يا رب. تحيه لكاع الحراقه.